بتقول ايه؟ اللي جايبها لك. شوف حاجه، شوف الشعب المصري ده كله فيه كام مليون نسمه ما تعدش. 3/4 الشعب واقفين على الامم بيحلموا بالاوتومبيلات، والربع الاخير كل واحد معاه اوتومبيل. شعر وقافيه ولا مش شعر وقافيه؟ نخش في العمود الفقري بتاع الموضوع ونمسك السلسله بتاعته نفصصوها. صلي بينا على النبي. اخوك شاب على الرايق ولسه نازل من على تنايه عيوقه، كنت شغال بيها على الخط، نازل ساعه استباحه ونازل استفتح، وانت عارف اول 3 جنيه بتاخدهم تقوم جاي بايسهم وش وظهر كده. انت استفتحت وجاي ماشي في طريقي، ويا سعد ويا هناه السواق اللي ساعه استفتاح بيجي له طلب، بيبقى يوم اللي هو ايه، اديني وانا ضايع، واحنا اللي بنعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعملنا. جالي طلب كفر الزيات، خدت لك الناس ودنجه دنجه على السكه، نطرت الناس في مكانهم وخدت الفلوس وانا مروح حاطط حوالي 130 140. وربك اللي خلقك اسد ماشي على السكه مقطع بطاقتي ولا شاغلني حاجه، والاسفلت غاررني والشيطان راكب على كتفي، ويلا والاقي لك مره واحده عربيه جيب قدام مني مطب علو بيتنا. معلم بتاع الجيب دوت ديب بقى ملمم نفسه، وانا خلاص رايح لمؤاخذه يعني لو لبست هجيب وشها في ظهرها وانا معجون في النص. قمت مكلبش لك في الطاره اكني ماسك في خصمي وواقف على الفرامل، عجله هنا عجله هنا، قمت جاي كسر عجلي مع تهدئه الفرامل، قمت جاي نازل في الرمله 5 عليه كلاميرا. يخرب بيتك مولود على طاره. عظمت في نفسي وفخمتها ونسيت ان هي اتسطرت معايا، وهكذا على هذا المنوال لحد ما قعدت معلمه وعقلتها. انا كل مره بتتسطر معايا، كل مره ابقى هروح في شربة ميه وتطلع لي الاشياء اللي اتعلق فيها. طب وبعدها لك وحته الحديد دي، سواء بقى هي جايه لاكل عيش مام يا ربنا موسعها عليا وجايه لنزاهه، فهي الغرض معين تأديه وخلصت حاجتي من جارتي. مش حلوانه في سلوانه بقى وغرزه يمين غرزه شمال واقرص على الغيار من زميلك اللي قاعد جنب منك. 5 عليك يا ابن العفريته. ايه ده؟ ومسافه ما بتلبس من هنا في الشارع مش هينفعوه، اول ناس هتملص منك. شيلت يا جدع. انت لو رايح تعمل عمليه تغيير مفصل هتكون ارخص من الرفرف. طب اركن المصاريف واركن حته الحديده اللي كل لما تلبس تلاقي واحد طالع لك في النص. ايه ده؟ طز في الحديد. انت فيك حاجه يا اخويا؟ الحديد بيتعوض. انت بيبقى هين عليك وانت واقع في الارض ولا وانت جوه على الدركسيون ميت. يا عم حته الحديد ديت انا لو فوقت هتقبض لاجلها. نركنه بقى كل الشغله دي على جنب ونمسك الجانب المظلم نفتش فيه. اول سطر فيه بيقول لك ان الشباب عميان مداريان. الاسفلت كل يوم بيبلع حد من اخواتنا. العربيات بقت عامله زي المقابر، دواسه البنزين بقت تقرص عليها عشان تسابق الموت. الشباب قاعده على الطاره بتتحول، تبقى قاعد على رصيف البحر من هنا تلاقي العيل من دول قارص هو وصاحبه، يلا تعدي الناحيه الثانيه تبص تلاقيه هو وصاحبه واحد قاعد عمال يصوت والتاني مرمي على الارض مستني الاسعاف. بسبب نعمه ربنا عطاها لنا استغلناها غلط، ومش شاغلنا بقى احنا هنموت على ايه ولا بنعمل ايه ولا جنبنا مين ولا احنا شاربين ايه. لا 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 لا، انا ابن جنيه، انا عايش اللحظه ومعتمد بقى على ستر ربنا. ايه اللي هيحصل لو قدرك جالك دلوقتي؟ طب اسمع كده بالله عليك. تلات ارباع الناس ان ما كانش كلهم من امبارح لحد النهارده شافوا الحادثه اللي هي شباب بيجري، شباب زيي وزيك الدنيا غراهم، ربنا يرحم اللي مات ويسترها عليا وعلى اللي عايش. بيجروا في الطريق وهوب حاجز في وشهم طخ. ساعه القدر بيعمل بصر ومحدش عارف ينجد نفسه، وتسمع اصوات الناس وهي بتطلع في الروح. واللي بيفارق الحياه دلوقتي واللي قاعد في الموقف وعايشه حاجه فظيعه وحاجه تقشعر الجسم، ومهما اوصف مش هيبقى زي اللي عاش الموقف. الموت في لحظه بيجي. اي نعمه ربنا عطاها لك لازم تستخدمها صح. راجع حساباتك مع ربنا قبل ما قدرك يجي وانت مش عارف انت على ايه وهتقابل ربنا على ايه. لاجل ربنا، لاجل اهاليكوا، لاجل كل حد ممكن يحزن عليك، اتقي ربنا وانت دايس على الاكسلاتير والشيطان غرك والدنيا واخداك والصحبه مقويه قلبك وعمال تقرص في السكه وتدمر عربيات ناس نازله تاكل عيش وتخلي ناس تفارق الحياه وانت تكون سبب في كده. اتقي ربنا في نفسك انت ذات نفسك، لان انت مش عارف انت هتقابل ربنا على ايه.